محدش يعرفها خالص وممكن ما تتخيلهاش اصلا. هاي، السلام عليكم. انا ايه؟ وانا اسماعيل. عاملين ايه؟ حاجه تانية يا جماعه برضو، دي بقى ايه ما يعرفهاش غير عايش معاه في بيت واحد. انا لما بصحى من النوم بقعد ساعه كامله ما بتكلمش خالص. لو اتكلمت معاها هتنرفز اللي هو ايوه انا عارفه، اللي هو ابعدي عني كده علشان بس ما بتكلمش خالص، واقوم واخد دش وافطر واعمل كل حاجه ما بتكلمش. لا ومكشر، وممكن اروح الشغل بس. ومكشر. ودي حاجه انا عارف ان هي مزعجه جدا ما يستحملهاش غير اهل بيتي. وهنا بقى في التناقض، الافيه بقى فرق الطبقات ما بيننا، فاهمين؟ هي بتتكلم انجليزي وانا لا، فانا ما بتكلمش. تفتكروا هي بتصحى ازاي؟ رغيه بقى، وبفضل عندي طاقه ويلا بقى نعمل يلا نسوي. شفت اللي حصل كذا كذا، بجد؟ واروح اكلم ماما ويحصل مكلمه بلاوي. مكنه كلام اول ما تفتح كده الصبح. صباح الفل يا حبيبي، انت عارف انا حلمت بيه؟ انا حلمت امبارح ان احنا كنا 30 بني ادم، كنت ورحنا وجينا وعملنا انت حلمت بيه؟ انت مالك؟ انا ممكن اقوم اغني، ممكن اقوم اعمل حاجات، ممكن مالك؟ انضف عادي. وتقوم وتعمل دوشه وبتاع. ايه ده انا عايز وانا بقى ساكت كده وبتاع. هو انت ساكت ليه؟ ده انت رخمه رخامه. ايوه وبنتخانق، ده مزعج جدا. طب انا عايزه اتكلم، انا عايزه افرغ الطاقه اللي جوايا. انت ما بتردش عليا ليه؟ وفي الاخر انا طاقتي بتقع وهو بيفضل بص بقى بعد الساعه بقى تكون هي خلصت أنا كده خلاص. طاقه اليوم راحت، خلصت في انا لسه بقى ببتدي، فلسه بقى هنشوف هنعمل ايه وبتاع. لا والله الموضوع ده صعب قوي أنا على خلاص فكره يا جماعه، كده. صعب قوي. انا نايمه دلوقتي. برضو حاجات ما اعتقدش ان اي حد هيعرفها عننا، فاحنا بنقولها لكم كعيله، انتوا من عيلتنا. أيوة برضو طبعا. خلاص بقيتوا عايشين معانا في البيت، والنجفه عارفاكم. ده النجفه بتسال عليا. الناس اللي بتسال عن النجفه بتسال عليكم. النعام. ايوه. زي ما المقوله بتقول احترس من المرأة المثقفة. تفتكروا يا جماعة كل يوم آية بتقرا ايه؟ مثلا هفتن لكم بتقرا ده. بس بقراه. ميكي. كل يوم ماسكالي ميكي، كل يوم يا معلم اهو. ايوه ايه بقى؟ يا جماعه ثقافه. نشوف بقى. وهكذا انتهت مركب شمس منتصف النهار. اهربوا جميعا بسرعة، اللعنة سوف يفرقون، انهم يستحقون ذلك، ولكن انظر سوف ننتشلهم الطائرة الهليكوبتر. على الاقل في قراءه داخل المنزل. اي نعم ما هي ميكي بس ما زالت ثقافه. احذر من المرأة المثقفة. بيهدي الاعصاب كده خالص، وبيخليك عن التلفزيون والانترنت والدنيا دي خالص يعني. وعشان كده حبينا نقول لكم اسرار عننا انتوا ما تعرفوهاش. استنوا بكره فوتو سيشن جديد. وكمان يا جماعه الفوتو سيشن بتاع بلياتشو الصور نزلت، لازم تشوفوها. اعملوا منشن لكل اصحابكم، عايزين نبقى مليون فولو. اعملوا منشن لكل اصحابكم علشان يعملوا لنا فولو، يعملوا لنا متابعه. انا ايه ماجد، وانا اسماعيل مصطفى. وكمان ما تنسوش ان احنا عندنا قناه على اليوتيوب اسمها اسماعيل وايه، بننزل عليها فيديوهات، لازم تعملوا لها سبسكرايب. شكرا، السلام عليكم. See you later. See you.